في اللحظة اللي انت هتقرر فيها ان انت تاخد قرار بان انت تقول كفاية انا مش قادر، او تقولي الشيلة دي كبيرة عليا والمسؤولية دي اكبر مني، محتاجة حد يشاركني فيها، هيتقالك مش من حقك، احنا هنخيب ولا ايه؟ الفكرة كلها بتيجي فيه ان احنا بيبقى عندنا خلط ما بين يا ترى ايه فرض العين اللي عليا اللي هو الحق بتاعي، وبدون الحق ده الشخص هيبقى قاسم لانه فرض عليه، وما بين الفضل اللي هو بيبقى زيادة عن الحق او عن الواجب، وما بين العطاء زيادة عن اللزوم اللي انا بديه سواء الشخص اللي قدامي محتاج الحاجة دي ولا لا. انا دايما بدي اللي قدامي الحاجة اللي محتاجها مني. طيب انا زودت شوية فده فضل مني لانه زيادة عن الحاجة اللي هو محتاجها. طب لما اقعد ادي وانا شايفة ان اللي قدامي ما بيدينيش مقابل لده كله، ده هنسميه ايه؟ طبيعي جدا ان مرة على مرة انتي بتتنازلي عن حقك. طب بعدين هيبقى اللي قدامك شايف ان ده حق مكتسب، فلما هتيجي تقولي لا انا مش قادرة او مش عارفة اكمل او خلاص تعبت محتاجة هدنة، هيتقالك مش من حقك. يبقى لا افراط ولا تفريط، ادي كل واحد حقه وما تفرطش في حق نفسك علشان خاطر في الاخر هتسمع مش من حقك.